هقول لك على شويه نصائح ضروريه اعملها دايما قبل الغسيل عشان تحافظي بيها على الملابس بتاعتك وكمان تضمني نظافه اعلى. قبل ما تحط الملابس في الغساله تاكدي تماما ان انت قفلت كل السوست بتاعه الجواكت والسويتشيرتات. تاني حاجه طلعي اي جيوب في الملابس عندك بره سواء سويتشيرتات او سواء بناطيل، لان في حاله لو نسيت منديل جوه والمنديل ده اتغسل مع الملابس المنديل ده هيدوب جوه وهيخلي اللبس كله يوبر منه. وكمان عشان ممكن يكون في الجيوب ديت مثلا فلوس او ورق مهم ويتنسى. تالت حاجه اربطي اي رباط سواء كان موجود في السويتشيرت او موجود في بنطلون، ده عشان ممكن الحبل يتشكل مع اي ملابس تانية والحبل ممكن يطلع مكانه او ممكن كمان يقطع مكان الفتحات اللي طالعه منه. رابع حاجه خلي دايما الشرابات مفروده، ولو في كيس زي ده كده تقدري تجيبيه، ده هيحافظ عليهم ان هم ما يضيعوش منك بعد الغسيل في الغساله. خامس حاجه قلبي البناطيل الجينز لو هتغسلها في الغساله على ظهرها او اي حاجه قطن. سادس حاجه وهي مهمه جدا ان انت تقسمي الغسيل بتاعك صح، ما تستسهليش وتحطوا الغسيل كله مع بعض. يعني تقسمي الغسيل بتاعك تخلي مثلا الابيض لوحده، الفوط والمناشف لوحدها، الفواتح لوحدها، والغوامق لوحدها، واي جنس لوحده، والجواكت لوحدها، واي حاجه صوف برضه تبقى لوحدها. ده لانه مهم جدا ان احنا نقسم الملابس على حسب الالوان بتاعتها وعلى حسب الخامه بتاعتها سواء كانت ناعمه او خشنه. استخدمي دايما الخل والكلوركس الوان، وهو ان انت ممكن تحط نص كوبايه من كل حاجه في كل دوره غسيل، وده هيديك نظافه اعلى وكمان هيحافظ على الوان الملابس بتاعتك. ويا ريت تبعدي تماما عن استخدام الكلور الابيض في اي ملابس مهما كان هو. ما تكتريش المسحوق لان مش هيديك نظافه اعلى، لكن ممكن تقللي دوره الغسيل وده ممكن هيفرق معاك في النظافه. اللي دايما اي قطعه ملابس جديده هتتغسل لاول مره خليها دايما في دوره غسيل لوحدها، عشان لو القطعه دي بتجيب لون ما تجيبش لون على بقيه الغسيل اللي عندك وتبوظه. مهما كان المسحوق اللي بتستخدميه او مهما كان نوع غسالتك مش هيطلع معاك كل البقع، ان في بقع كتير بتحتاج معالجتها الاول قبل الغسيل. لو انت كمان عندك نصيحه اكتبها تحت في الكومنتات عشان الكل يستفاد. ما تنسليش بدعوه حلوه وتعمل شير عشان غيرك يستفاد.